الموقعه للنادي المصري لتجميد نشاط المسجد وتجميد استاد بورسعيد لمده 3 مواسم، والعقود الموقعه على المدير الفني للنادي الاهلي 4 مباريات، الموقعه حسام الهادي كابتن النادي الاهلي 4 مباريات. كابتن مصطفى او في بدايه الاعلان عن تلك العقوبه انتشرت على الفيسبوك الحضور امام الاستاد والتجمهر، والان هم تجمع الان يا كابتن مصطفى امام الاستاد الاعداد تتزايد. الذين يعني كان في مسكنات يا كابتن مصطفى من اعضاء مجلس الشعب ان الامور راجعه، ان في المصري موجود في الدوري الممتاز، لكن خاب ظن الجميع واصدر اتحاد الكره يا كابتن مصطفى. يعني مين قال لسبع اعضاء مجلس الشعب ان النادي المصري في الدوري الممتاز؟ يعني جابوه الكلام منين يعني؟ لا هم يعني كان يعني مسكنات. ايوه بالظبط كده، قول لي مسكنات يا ايمن. هي كانت مسكنات للجميع حتى النهارده كابتن مصطفى المسيره اللي كانت في بورسعيد، جمهور بورسعيد اتخذ المنشور نشيد بيته لقد نهض صبرنا، ان هم يعني كمان يعني لو قلنا حضرتك المضمون المنشور يعني انا صريحه في نص الظلم والاهانه والتهميش بعد اليوم والتكلم ولا انفسكم. يعني كان لهم 5 مطالب يا كابتن مصطفى. النادي المصري خط احمر لن نقبل بهبوطه او تجميله. هذا البرامج التي تتطاول على بورسعيد لن نكون كبش فداء لاحد، يجب القبض على الجناه الحقيقيين، وده بالفعل تم بقرار حل 73 متهم. محاكمه بورسعيد يريدونها المحاكمه يريدونها ان تكون في بورسعيد مكان يقال الجريمه. كمان مصطفى لن تكون بدايه، يعني بيطلبوا ان المحاكمه تبدا بالقبض على العناصر بتاعه التراس النادي الاهلي. كمان يعني غضبهم النهارده كان مشتعل جدا يا كابتن مصطفى، وحاولوا ان هم يوقفوا قدام لجنه الارشاد لهيئه قناه السويس، واحتكوا يعني احتكاك بسيط جدا مع بعض العساكر اللي هم كانوا عايزين يدخلوا اللجنه يحتجوا فيه ويعتصموا فيه، لان الحاله اللي في بورسعيد يعني اصبحت متغنيه ليست بالحاله الرياضيه ولا الحاله الاقتصاديه والحاله المعيشيه في بورسعيد. يريدون ايضا ابناء بورسعيد في مصانع الاستثمار ومصانع وشركات الغاز الطبيعي يدون خيرات بورسعيد ايضا لابنائهم، ولكن يعني النادي المصري لن توقع عليه عقوبه مثل اتحاد الكره اليومي. طب ايمن اي جديد عشان معانا الصديق العزيز والحكم الدولي المحترم ايمن، هنرجع لك تاني نشوف الاخبار ايه. كابتن صلاح البدري. كابتن صلاح مساء الخير يا كابتن صلاح. مساء الخير يا كابتن مصطفى.